حديث جانبي لبيب غوارديولا وبالمر، كان في يوم من الأيام تحت خيارات بيب غوارديولا. بكل تأكيد في هذه الحالة يأمل بلاعب مثل بالمر يكون حاضر في تشكيلة أو قائمة مانشستر سيتي. صورة تعبر عن الكثير بين بالمر وبيب غوارديولا. انتصار مهم كابتن محمد للسيتي في هذا اللقاء. شفنا 70 دقيقة من ال90 شوية من السيتي الماضي، سيطرة واستحواذ وكرة مباشرة. في بعض الحالات الشوط الثاني اختلف عن الشوط الاول، بقى لعب اكتر مباشر على هالاند، والبريسنج اللي عمله مان تو مان ماريسكا لم يفعل شيئا، واستحق الفريق اللي سعى للفوز رغم تاخره في النتيجه. المباراه كلها مكاسب، وربما تكون دي العوده الحقيقيه للسيتي، لانه جدوله في المباريات القادمه جدول صعب. فالمهم كان النهارده الفوز بالاداء الكبير، وخاصه في 70 دقيقه من 90 دقيقه. مزيد حول اللقاء. اهلا بحضراتكم من جديد. استطاع مانشستر سيتي إضافة 3 نقاط أخرى للاستمرار على مستوى المنافسة في دوري في وقت يعتبر صعب للغاية على بيب غوارديولا وأيضا على مانشستر سيتي، حيث واجه في قمة هذه الجولة تشيلسي في لقاء مثير تقدم فيه تشيلسي بداية، ثم قلب الطاولة بيب غوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي. هذا الانتصار يعتبر من أهم الانتصارات، وما حدث من تغييرات أيضا دكتور ساعد مانشستر سيتي في الانتصار في هذا اللقاء. وتأكيد على كلام كابتن محمد، يمكن السيتي لعب 70 دقيقة من الشيء الجميل، الزمن الجميل لمانشستر سيتي. ظهور مرموش بصورة ممتاز جدا، عجبني الأمانة ثقته بنفسه والجانب الفني اللي ممكن كان يقدمه لفريق السيتي. بالتالي مباراة كبيرة بالنسبة له، سواء هذه أمام تشيلسي أو القادمة. ما الذي تغير مع تشيلسي من بعد إضافة هدف في مرمى مانشستر سيتي ثم التأخر بطريقة غريبة، والتأخر أيضا على مستوى خط الدفاع كابتن محمد؟ هو سانشيز وحارس المرمى اللي غرق الفريق. فريق صرف حوالي مليار وربع، وناقص له أهم مركزين، حارس المرمى والمهاجم. جاكسون بقى له 7 ماتشات في الدوري ما بيسجلش، وحارس المرمى. هل لعب مباراة مثالية جاكسون اليوم؟ لا ما كانش موجود. حتى حارس المرمى في الهدف الثاني بتاع هالاند ايه اللي تقدم غير مبرر. ايوه طبعا. ايه اللي مخرجك هنا؟ المان تو مان اللي انا بتكلم عليه، الضغط المان تو مان. هو حارس المرمى بعيد عن مرمى، تقدم 25 متر تقريبا. لا تطلع لا ما تطلعش، ولازم القرايه هنا. إيدرسون حارس المرمى لعب الطويله على هالاند المان تو مان، هو اسرع واقوى من شلوبه، فالطبيعي انه خد. ايه اللي خلاك تروح اتجاه الكوره؟ سهلت القرار على هالاند، لانه الطبيعي انت بره مرماك وواحد ضد واحد هيحطها من فيك. فالنهارده اللي صعب المباراه اكتر ما هي صعبه على تشيلسي حارس مرماه. وخلي بالك يا عبد العزيز، ده مش اول خطا لسانشيز، ده اخطاء متكرره. انت هتقعده ماريسكا، وانت تجيب حارس مرمى عشان تقدر تكمل الشغل اللي انت بتعمله، يكمل البناء. احيانا يشيلوك لو انت سيء. الناحيه الهجوميه امسك بالمر، الفرقه دي مش موجوده. ونفس الفكره الشوط الثاني لعب المان تو مان، هالاند 1 ضد 1، يجي فودن من ورا يضرب المان تو مان ده ويضرب الضغط اللي انت بتعمله ويسجل الهدف الثالث. فالاخطاء الدفاعيه القاتله سواء من المدافعين او من السيستم اللي انت بتلعب بيه او من حارس المرمى تكلفك الكثير قدام الفرق الكبيره. وخلي بالك اخر 6 مباريات لتشيلسي فقد نقاط كثيره قوي. النهارده لو النقاط دي قدام ايفرتون، قدام كريستال بالاس، إبسويتش، كان الامور تتحسن للفريق. فلو استمرت الاخطاء دي وما دعمش ولا جاب مهاجم ولا جاب حارس المرمى، انسى المركز الرابع. هذه اللقطة من أحد أبرز لقطات هذا اللقاء بإضافة فودن الهدف الأخير في مرمى تشيلسي بهذه الطريقة في الدقيقة 88. أشكر في ختام هذه التغطية للقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز دكتور طارق الجلاح وكابتن محمد بطريقة. شكرا عبد العزيز. وسينضم إليكم الزميل العزيز طارق الحماد للقاء بلد الوليد وريال مدريد. السلام عليكم. أهلا وسهلا بك. مساء الخير. كيف الصحة؟ مساء الخير. ترى بالمناسبة وحشني كثير.
انت اكثر. شوف شلون غيرانين، شوف شلون غيرانين، شوف. لا والله عندنا شغل مو غيرانين. لاحظ النظران. شغل. هو يقول لك يبي يروح. نمشي ما عندنا. يعني لا غيرانين. يعني انا اول شيء صار لي 3 أسابيع ما شفت ابرك الساعات اللي شفناها. بس اسلم عليهم لو سمحت. تفضل بعد تفضل اذنك. تفضل. السلام عليكم دكتور. يا هلا والله، حياك ما شاء الله. الله يسلمك. تسلم. لايق عليك اللون يا كابتن. حبيبي تسلم. الله يعطيك الصحة. بالمناسبة من أكثر جماهيرية في العالم، برشلونة ولا ريال مدريد؟ صراحة الاهلي المصري. والله اجابه روعه. من أكثر جماهيرية؟ القادسية الكويتي. تفضل. تسالني انا؟ طبعا، لأن أنا سمعت إجابات الحقيقة إجابات لو فيها يعني نوع شوف من لو تسالني انا ما يهمني الجماهيريه، انا يهمني الحب، فانا احب العربي القطري صراحه. نعم. وقلنا لك احنا خلينا نمشي ما تبي. فالاجابات كانت الاجابات يعني غير المتوقعه. غالبيتهم خايفين من الإجابة. على العموم أنا شجاع في الإجابة. 50-50. شكرا عبد العزيز. شكرا جزيلا. شكرا كباتن. نحن مشاهدينا الأعزاء نعيش معكم الأجواء الليغا هذه المرة عندما يلعب بلد الوليد أمام المتصدر ريال مدريد. الله يا ابو تريكة، كم وددت وكم تمنيت وكم حلمت ان اعلق على مباراة يتواجد فيها اسمك، فليشهد التاريخ اني الان اصبحت معلقا.